هنجرب النهارده مع بعض كشري من سيد حنفي وكريم كراميل. سعر علبة الكشري 50 جنيه وسعر الكريم كراميل 28 جنيه. نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونقول بسم الله. علبة الكشري، كيس تقلية ومعلقة، الباكجينج بتاعها صراحة حلو وفيها حلوة كده بطعم النعناع، سكوتش ميلت، كيس صلصة حلوة قوي. يعني الباكجينج بتاعه شكله حلو صراحة، صارفين ومكلفين على الباكجينج بشكل واضح وبشكل يعني ملحوظ. كيس دقه وكيس شطه. انا بحب اعمل حركه جميله جدا، افتح كيس الصلصه كده من فوق وانزل عليه كده بالدقه وانزل عليه كده بالشطه واقلب بقى الصلصه بالدقه والشطه واقول بسم الله وانزل كده بسم الله بسم الله بسم الله اقلب بقى الكشري بالصلصه بالدقه بالشطه وانزل عليهم بقى ايه بشويه الورد. طب ليه بقى يا عبد الله انت ما حطيتش الورد وانت بتعمل الصلصه والدقه؟ اولا انا عايز احس بالقرمشه بتاعت الورد بتاعت البصل الجميله واديها كده ايه تقريبا كمان. نقول بسم الله وندوق. انا عايز ادوق الدقه كده يا جماعه لوحدها، نقول بسم الله، وادوق الشطه كده برضو لوحدها. نجرب كريم كراميل من سيد حنفي وسعره 28 جنيه. القوام بتاعه حلو يا جماعه. نقول بسم الله وندوق. تعليق بشكل سريع لكشري وكريم كراميل سيد حنفي. بالنسبه للكشري كدرجه سوا ولا غلطه، 10 من 10. للمكرونه وللرز وللعدس وللحمص. بالنسبه للكميه فصراحه انا شايف الكميه مناسبه، بديها برضو 10 من 10. الطبق ده ب 50 جنيه. بالنسبه للصلصه ولا غلطه، 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده وختم الاستمتاع يا جماعه. درجه التسبيكه هنا هايله وممتازه. بالنسبه للدقه انا بديها 9 من 10. الدقه حلوه ولكن كنت عايز ان التوابل تزيد عن كده، ولكن كمجمل حلوه مش وحشه. بالنسبه للبصل يا جماعه، البصل ده انا بديله 10 من 10 و10 نجمات وختم الجوده. اولا البصل لونه ذهبي حلو قوي، ما فيهوش حاجه محروقه، بيقرمش، حاجه هتستمتع بيها جدا. بالنسبه للشطه فانا بديها 7 من 10. الشطه يعني ما عجبتنيش على المستوى الشخصي، ممكن تعجب غيري، ولكن انا بحب صراحه ان الشطه تضرب في النافوخ على طول، ولكن هنا حسيت ان انا الشطه هاديه جدا. وبالنسبه لكريم كراميل سيد حنفي ولا غلطه، 10 من 10. السكر بتاعه مظبوط، القوام بتاعه مظبوط يا جماعه، معلقه منه بيرطب هنا على القلب، حاجه كده يا جماعه عظمه على عظمه. انا انبسطت جدا ان انا جربت كشري سيد حنفي. المره دي كانت تجربه مختلفه، وخصوصا ان انا بقيم. بحبكم جدا جدا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.